عمرك سألت نفسك هو مين اللي وسوس لإبليس علشان يخليه يعصي ربنا؟ مع العلم إن ما كانش فيه شيطان سكن الملكوت قبل كده خالص أو حتى بعد العصيان. هتاخدك التساؤلات وتحملك بعيدا لأقصى بعد ممكن، وهناك مش هتلاقي غير العدم. وقف عزازيل وسط الملائكة وكان جمعا عظيما. قصد ربنا ترتيب أمر مهيب، وأنه الحدث الأول الذي منه بدأ كل شيء. انتهى العدم عند النقطة صفر، وبدأ معها عد تصاعدي حتما باتجاه النهاية. قدم ربنا للجمع المتراص مخلوقا جديدا اسمه آدم، ونفخ فيه من الروح، وأمر الملائكة بالسجود له جميعا. فلو بصيت على اسم آدم هتلاقي إن حرف الألف معناه ألفا أو الأول، وهتلاحظ إن كل اللغات بدأت بحرف ألف، وهو الحرف الأول الذي ينطق به الإنسان عامة. أما باقي الاسم فهو دم، ودم مفرد دماء، أي أن آدم معناه هو الدم الأول. نظر عزازيل حوله فوجد أن جميع الحاضرين قد خروا سجدا، فتفحص الأمر مرة أخرى ثم مرة ثالثة، وقتها فهم بس إن آدم المعني بالاسم المكتوب في اللوح المحفوظ، وبالتالي فهم إنه هو المقصود بالاسم التاني المكتوب اللي هو إبليس. ربنا قال له: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فرد عليه وقال له: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال رب العزة: اخرج منها فإنك رجيم. فسقط عزازيل بعدما أبلس من الملكوت. لك أن تتخيل كراهية لا متناهية اللي شالها جواه ضد آدم وسلالته، تاركا سؤالا، وهو عن كيفية وسوسة عزازيل لنفسه إن لم يكن هناك قبله ولا بعده شيطان سكن الملكوت. بأي حال، الظلمات والعدم لا ينتهيان أبدا، ونحن تائهون بعتمة الدنيا، تضربنا أمواج اليأس أحيانا وتدفعنا دفعا للهاوية. المشكلة الحقيقية يا رفيق تكمن بوعينا لفهم بعض الكلمات التي ترد بالقرآن ومعناها، لأن الحل السحري للإجابة عن اللغز ده هتكون فيك أنت. هتلاقي إن بعد كل ذنب بترتكبه إجابتك إن السبب كان الشيطان، وإنه وسوس لك فضعفت، بس الحقيقة مش كده. يقول رب العزة بالقرآن الكريم أن الوسوسة لم تكن أبدا حكرا على الشيطان، وإنما ده أمر الإنسان كمان بيعمله. إزاي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالوسوسة فعل تقوم به النفس، اللي بتكون واحد من 3 عناصر بيشكلوا الإنسان، اللي هما الجسد والروح والنفس. فاعتراض إبليس عن السجود كان علشان كان شايف إن المخلوق اللي اتخلق من طين ده أقل منه. بس ليه كان عنده أصلا الفكرة دي وعبر عنها ليه كده؟ الإنسان نسي إن عدوه الأخطر لم يكن يوما الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي أن محايلاته ضعيفة عليك مش بالقوة اللي أنت بتعتقدها أو يخيل لك إنه يمتلكها. العدو الأشد خطورة وأكثر تهديدا ليك هو أنت، وتحديدا نفسك، واللي تعتبر قنبلة موقوتة جواك. سنلتقي إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.